كل فيديو هنا مش هزار، ده وجع وتحول لحقيقة بصوتك وبصوتي. كلنا عارفين إن في ناس أول ما الدنيا بتوجعهم بيتحولوا لوحوش، ويبرروا قسوتهم إنهم اتظلموا، ويبرروا ظلمهم إنهم اتوجعوا. بس عايز أقول لك، فين الإنسان اللي جواك؟ فين الحتة اللي كانت بتوجع من غير ما تأذي؟ خليني أقول لك، كلنا بنتوجع، ومحدش عدى من الدنيا دي أكيد سليم يعني. كلنا مرينا بتجارب، لكن لازم تفهم إن الوجع مش مبرر علشان تكون نسخة مشوهة من نفسك. يا سيدي، الوجع مش رخصة إنك تأذي. الوجع مش هو اللي بيحدد قيمتك، رد فعلك عليه هو اللي بيحددك. تعرف، أنا شفت ناس كانوا أطهر من المية، بس لما اتكسروا بقوا سم. بقى يقولوا أنا مش هرحم حد، أنا اتكسرت قبل كده. خليني أقول لك، لو كل موجوع بقى قاسي، يبقى إحنا عايشين في غابة مش في دنيا. وخليك فاكر دايما، القسوة مش قوة، وعدم الرحمة مش شطارة أكيد يعني. الشطارة الصح إنك تكون إنسان حتى وإنت موجوع. وفي النهاية، الناس اللي وجعتك مش هتتحاسب مكانك، لأ، لكن أنت هتتحاسب على كل مرة قلت فيها أنا بقيت قاسي علشان اتوجعت. ده مش تبرير، ده اسمه هروب من مسؤوليتك قدام ربنا ونفسك. رجع قلبك مكانه، لسه في وقت. القسوة مش هتحميك، الرحمة بس هي اللي بتخفف الوجع. لو الكلام ده لمس قلبك، اشترك في القناة واضغط زر الجرس علشان يوصلك كل كلمة من القلب. أنا حسن عيد، بصوت للناس اللي لسه قلوبهم حية في عالم كله صاخب. واللي تحت في الكومنت، ايه اللي وجعك، وايه اللي غيرك، وايه اللي انت مريت بيه؟ منتظر الكومنت الرايق. سلام عليكم.